كالعاده طيرت القرشينات، اشتريت ميك اب كتير جدا. بما ان انا بحب النوع ده من الفيديوهات وانتوا كمان بتحبوا النوع ده من الفيديوهات وطلبتوه مني كتير، فالنهارده هنعمل فيديو مشتريات. لو انتي بتحبيش النوع ده من الفيديوهات، ما بتحبيش تشوفي الناس بعزقت فلوسها على ايه، فما تقليش ان الفيديو ده هيعجبك. لكن لو انتي زيي تحبي الميك اب، تحبي تتفرجي على الميك اب، هيعجبك جدا الفيديو ده، لان انا زودتها حبتين المره دي. بس ما تنسوش ان انا بقالي كتير ما عملتش فيديو مشتريات، وبقالي كتير بشتري ميك اب عشان اجربه، فالفيديو هيبقى طويل. مش عارفه لسه هقسمه على مرتين ولا لا، لكن اكيد هقول لكم في اخر الفيديو. عايزه اقول حاجه صغيره، الناس اللي اسالني جايبه الحاجات دي منين والاسعار والحاجات دي كلها، الحاجات دي كلها انا جايباها من بره مصر. اول حاجه وهي اجدد حاجه موجوده في السوق دلوقتي، حبيت ان انا اجرب المنتجات الجديده من فينتي. يمكن انا مش فان قوي لريانا، بحبها لكن مش لدرجه ان اول ما تنزل حاجه اجربها. لكن اللي شد انتباهي قوي في المنتجات بتاعتها وخصوصا الكونسيلر، ان قالوا ان هو ما بيسحش، ما بيخططش، مضاد للعرق، مضاد للميه، مضاد للفار، مضاد لكل حاجه. فحبيت جدا ان انا اجربه، فعملت زي فيرست امبريشن عنه وعن الباودر بتاعته. بما ان هما نازلين مع بعض فنفترض ان هما شغالين مع بعض، عملت زي فيرست امبريشن. فمش عارفه هتشوفوه قبل الفيديو ده ولا بعده، لكن استنيه، الاتنين دول انترستنج جدا وهتتبسطي قوي من الفيديو ده. تاني حاجه جبتها كان قلم الحواجب ده من بنفيت، اسمه برو كونتور برو، من احلى الحاجات اللي جبتها للحواجب. درجتي فيه براون ميديوم للناس اللي كانت بتسالني، عملت برضو فيديو عليه هسيبه لكم في صندوق الوصف لو انتي حابه تشوفي رايي فيه. من احلى الاقلام اللي جربتها وحقيقي مبسوطه بيه جدا. اشتريت كمان السيت دي من تارت، عباره عن ليب جلاسز. يمكن انا الفتره دي شويه دخلت للليب جلاسز، ابتديت احط ليب جلاسز. يمكن انا ما كنتش بحط ليب جلاس كتير. عجبني جدا الدرجات اللي موجوده هنا، لسه ما جربتهاش لكن بصراحه فيها الوان حلوه قوي، احمرات وبينكات ونيودز، فيها بصراحه تشكيله حلوه قوي. لو حابين ان انا اعمل لكم زي سواتش او اعمل لكم زي ريفيو نجربها مع بعض، قولوا لي في الكومنتات. وانتم معايا هنا من قناه من فتره تعرفوا ان انا بحب جدا الماسكات بتاعه سيفورا، الماسك بتاع الوش والماسكات بتاعه العينين، وعلى الاقل عندي 1 أو 2 منهم موجوده عندي في الستوك. المره دي اتغبيت، اشتريت مجموعه كبيره من الماسكات. دول ماسكات للوش منزلينهم جداد، مش عارفه هم جداد ولا لا، بس هم عباره عن 4 ماسكات. في الشاركول ماد، البابل اللي هو بيعمل زي رغاوي كده، دي طالعه موضه قوي الحاجات دي، والبرايمر. مش عارفه ايه البرايمر ماسك، بس ده شكلهم من جوه. الشكل ده مش ده اللي انا بجيبه، اللي بجيبه العادي المدور، فكانت فرصه حلوه ان انا اجرب حاجه زي كده. المجموعه الثانيه اللي اشتريتها كانت ماسكات للشعر. انا عمري ما جربت ماسكات للشعر من سيفورا. ده بيجي الماسك وجزء من تحت كده فيه زي الكاب اللي بتحطيه على شعرك. دي حاجه من الحاجات برضو اللي انا عايزه اشوف هيعمل ايه مع شعري، خصوصا ان انا قصيت شعري فمحتاجه ان انا اديله اهتمام زياده حبتين. حاجه كمان اشتريتها كنت حابه جدا نجيبها من فتره، الفاونديشن بتاع هدى بيوتي. المشكله ان درجتي كانت دايما اوت ستوك، فاضطريت ان انا استنى سنه لغايه لما يجيبوا الدرجه بتاعتي تاني. الدرجه بتاعتي بكلافا 340 جي، فاونديشن حلو قوي، الكفرج بتاعه حلو. لو حابين تشوفوا ريفيو عليه قولوا لي، لانه من الحاجات بجد اللي انا مبسوطه منها الفتره اللي فاتت. مش قوي، في حاجات عندي فيها شويه مشاكل، لكن ده من الفاونديشنز الحقيقي لطيف. مورفي، اول باليت لمورفي موجوده عندي هي الباليت دي، جبتها اسمها 39A Dare to Create. صراحه انا جربت من سنه ونص، من سنتين، ان انا اعمل اوردر من ويب سايت اسمه اجيب حاجات مورفي. كان ساعتها 350 اللي كانت منزلاها نيكي توتوريالز، ومن الحاجات اللي اتشهرت قوي بسببها، فقلت اوكي انا بحب الحاجات الورم فاكيد هتعجبني الباليت بتاعتها. حصل شويه مشاكل مع الويب سايت، ما جابوليش، كنت طالبه 2 باليت، واحده 350 والتانيه حاجه 35T اللي هي التوب، الالوان التوب، بس ما جاليش الاوردر وحصل مشكله. المهم المره دي حصل واشتريت مورفي، لسه ما جربتهاش، ما فتحتهاش خالص. الباليت كبيره، يعني انا عارفه ان باليتات مورفي كبيره بس كبيره بزياده. ده شكل الباليت، عجباني ان فيها تشكيله حلوه، يعني فيها الورم، فيها الوان نيوترال، فيها الوان ترانزيشن، فيها اخضرات، وانا بعشق الفتره دي الاخضرات وخصوصا الزيتوني. او ماي جاد، لو انتي لوني جربي الالوان الزيتونيات والالوان اللي كده دي فظيعه.
فيها ذهبي فيها اسود، ودي حاجه من الحاجات اللي مبسوطه منها ان في باليت فيها كده. من الباليتات اللي شدت انتباهي قوي، دلوقتي ما جربتهاش خالص لان في عندي حاجات تانية بجربها، فلو حابين نجربها مع بعض طبعا قولوا لي في الكومنتات. اشتريت البوكس ده من كلينيك، دي عباره عن ارواش كانت نازله ساعه الكريسماس، بلكي قوي والبوكس كبير، بس انا بصراحه حابه ان انا هستخدم البوكس بعد ما اخلص الارواش او بعد ما اشيل الارواش منه. الارواش جميله جدا، يمكن شويه اغلبيتها على بينك لكن كريمي. بقالي كتير ما اشتريتش ارواش شكلها كده، على طول بروح للمات، على طول بروح للجلاسز، لكن ارواش كريمي زي كده بصراحه حلوه قوي. خليني اعمل لكم سواتشات لشويه منهم. ده لون من الالوان جميل جميل جميل، عامل زي فوشيا لكن في زي لمعه صحيه، مش في جليتر، في بس لمعه. ده اسمه راسبري بوب، والاولاني اللي انا فتحته شويه على بينك ده اسمه بلام بوب. اللون ده برضو من الالوان الجميله اللي عجباني من المجموعه دي. الرقم ده اسمه بارتي بوب، تحس ان هو اورنج في سنه على فوشيا، جميل بصراحه، من الالوان الحلوه قوي. عجباني الفورميلا بتاعتهم، عجباني النعومه بتاعتهم على الشفايف، شويه بيصبغ الشفايف او بيثبت شويه على الشفايف، لكن وانس ان انت بتاكلي او بتشربي اي حاجه طبعا بيروحوا. ماسكات من نيوتروجينا، انا قلت لكم في المفضلات بتاعتي ان انا حابه جدا الماسك ده، وعندي واحد منه تاني من الماسكات الحلوه جدا، وخصوصا ليوم طويل زي النهارده هفضل قاعده بالميك اب شويه كتير. حلوه قوي اخر اليوم اني استخدم حاجه زي كده تساعدني ان انا اتخلص من كل الحاجات اللي كانت حاصله فيا، فده من الماسكات الحلوه قوي اللي انا مبسوطه ان انا جبت منه واحد تاني. اشتريت باليت تانية زي دي، انا عندي كتير قوي منهم، انا اوريدي بستخدم الباليتات دي، باليتات فاضيه هفتح لكم اللي انا اوريدي عندي. اوكي، الاي شادو مكسور، دي اوريدي باليت فيها اي شادوهات مفرده وبيبقى فيها مرايه، فانا بحب جدا الباليتات اللي زي كده لان فيها مرايه، وانا بعشق الباليتات اللي فيها مرايه. وغير ان الباليت كمان كبيره فجبت الشكل التاني التايجر، متهيألي عندي 2 تاني منهم مش فاكره، بس انا بشتري اي شادوهات سنجل كتير، فالباليتات اللي زي كده بتبقى منقذه جدا في المواقف اللي زي كده. برونزر اشتريت 2، رجعت تاني جبت بتاع هولا برونز، هو كول تون، يعني الدرجه بتاعته يمكن قريبه من بشرتي وشويه على جراي، فحلوه قوي انك تعملي بيه كونتور، لكن مش حاسه انه ماشي مع لون بشرتي. على الناس اللي افتح مني ممتاز كبرونزر وفيه شويه كول تون، ما بيديش الشكل الاورنج، لكن حاسه ان في حاجات عندي كتير في الكوليكشن بتاعي بتديني زقه زياده، بتديني لون زياده انا عايزاه اكتر من البرونزر ده. البرونزر التاني مارك جاكوبس، لاف لاف لاف، بحبه جدا البرونزر ده، برضو البان بتاعته كبيره، في مرايه، هو كده دخل قلبي واتربع، من احلى البرونزرز اللي انا جربتهم لغايه دلوقتي ومن اغلاهم، لكن حقيقي يستاهل الفلوس. اشتريت حاجتين كمان من فينتي. اشتريت اول حاجه هو الكونتور ستيك، عجباني اللون بتاع الباكجينج، عجبني ان هو كمان مغناطيس تقدري تجمعيه مع بعض. الدرجه دي اسمها كوكو، لسه ما استخدمتوش خالص، ده اللون بتاعه. الدرجه دي قبل الاخيره، فانا مش عارفه الناس اللي اغمق مني بيعملوا ايه، بينتحروا تقريبا. الباكجينج لطيف، ما جربتش لسه المنتج من جوه، او حابين نعمل زي فيرست امبريشن نجمع شويه حاجات من الحاجات دي ونجربها مع بعض في فيديو. انا بحب الفيديوهات دي جدا، لو انتوا بتحبوا حاجه زي كده، حابين تشوفوا حاجه زي كده، طبعا قولوا لي في الكومنتات. المنتج التاني اللي اشتريته هو المفروض ان هو بلاشر، بس هو عليا هايلايت، بس تحفه تحفه حقيقي. انا هو ده جربته، ما جربتش التاني. خليني زي اعمل لكم سواتش كده، انا بعمل سواتشات في اماكن غريبه اهو، مش عارفه هتشوفوه ولا لا. زي بيدي ضي، انا عشان بس مش دمجاه، لو دمجته شويه هيدي زي ضي ذهبي كده، فبيبقى حلو قوي لما بحطه الاوقات اللي ببقى عايزه ادي شكل طبيعي. لون اورنج، بيدي لون اورنج بس فيه شويه ذهبي، حلو قوي كهايلايت، حلو جدا كبلاشر. عاجبني قوي ان هما بيلزقوا في بعض كده، لطيفه قوي الحركه دي. فدول كانوا حاجتين جبتهم من فينتي. اوكي، العيش ما كنتش متخيله اني احبه قوي كده، مزيل المكياج ده من كلينيك اسمه تيك ذا داي اوف. ده عباره عن زي الكوكونات اويل، بيبقى جامد شكله كده، واول ما تحطيه في ايديكي ويبتدي تدوبيه وتمسحي بيه الميك اب، بيدوب الميك اب وبيكسر كل الميك اب اللي انت حاطاه، وبعدين تبتدي تغسلي وشك بالطريقه العاديه. من احلى الحاجات اللي جربتها، من احلى من الكوكونات اويل، ما فيهوش ريحه، ما عمليش اي مشكله خالص. خلص 100% هرجع اشتريه تاني. غالي حبتين، لكن لو انا عارفه ان هو هيشيل الميك اب ومتاكده منه واثقه فيه، خلاص انا كده اشتريت. غالبا الفيديو هيبقى على جزئين، غالبا هنقفل لغايه كده، وهشوفكم ان شاء الله في الجزء التاني.